دخول الاجهزه الكوريه والمنتجات الكوريه ودخول الثقافه الكوريه عندنا، اكيد دلوقتي هنبتدي بقى ننتبه يعني اركان من الثقافات الكوريه. 안녕하세요. السلام عليكم. احنا كنا المرة اللي فاتت وعدناكم ان المرة دي طنط غادة هتعمل لنا اشهى الاكلات الكورية. ازي حضرتك يا طنط؟ الحمد لله. ازيك انت عامله ايه؟ طنط، انا والباقي والله كلنا اكيد هنبقى كلنا عايزين نعرف ازاي حضرتك كده يعني ممكن نطلق عليكي عاشقة الاكل الكوري، ومش اي عشق، يعني عشق ومهارة كمان. فممكن حضرتك تقول لنا اول بداية كده مع اتصال مع الاكل الكوري؟ هي البدايه يعني انا رحت مطعم كوري واكلت طبق بيبيمباب اللي هو خليط الرز مع الخضار، ويعني من ساعتها بقى كل ما اكل طبق يعني يعجبني اللي بعده كده، فبدات يعني الموضوع ان انا لا لازم اعرف ازاي بيتعمل وكده. ساعدني بعض الكوريين ساعدوني، وكان في شيف كوري برضو يعني اداني شويه معلومات، وبعد كده بدات يعني انا حتى لو دقت الحاجه افضل اجرب لحد ما اوصل للطعم اللي انا اكلته قبل كده. والموضوع ده استمر يعني بقى له حوالي 15 سنة دلوقتي. وحتى أولادي في البيت دلوقتي بياكلوا كوري، وجوزي حتى بعد ما اتجوز استمر عشق الطعام الكوري معايا يعني. يعني ده كان قبل الجواز؟ من زمان. من زمان. طيب حضرتك سافرتي كوريا، طب ممكن برضو تحكي لنا على المسابقة وأخبار السفرية؟ هو كان المركز الثقافي الكوري أعلن عن مسابقة في الطهي الكوري عالمية، ويعني اللي عايز يشارك يحب يشارك طبعا، فشاركت فيها والحمد لله ربنا أكرمني وفزت المركز الأول، اللي كان جايزة إن الواحد يعني نروح كوريا ونتسابق هناك مع 10 دول مختلفة يعني على المركز الأول في الطعام الكوري. طبعا لما رحت هناك يعني كانت جايزتي انا بالنسبه لي ان انا اروح واشوف الاكل الكوري في بلده في مكانه بنكهته الاصليه هناك. دي كانت بالنسبه لي يعني كانت الجائزه كبيره اكتر من انا اشارك في المسابقه. طبعا شرف كبير ان انا شاركت في المسابقه وتعرفت على الناس هناك من دول كتير، يعني احنا كنا 10 دول، وكان في اكتر كمان ناس بيشاركوني عشق الطعام الكوري. اكيد هم يعني جم لان هم عندهم علاقة خاصة برضو بالطعام الكوري، فكانت فرصة كويسة جدا ليا يعني. طيب حضرتك ممكن تلخصي لنا كده مميزات الأكل الكوري، ارتباطه بالثقافة، في أكلة معينة مثلا بتدل على حاجة معينة؟ طبعا الطعام الكوري مش مجرد طعام، يعني هو اسلوب حياة في كوريا، فيعتبر هو يعني جزء مهم جدا من الثقافة الكورية. يعني ممكن كتير قوي نعرف الدراما الكورية، الكيبوب الكوري، هنلاقي على طول وراهم الطعام الكوري. بما اننا عرفنا عن البلد اكيد هنعرف عن اكلها يعني. طبعا دخول التكنولوجيا بتاعتها عندنا في بيوتنا كلنا وكده، فطبيعي ان احنا نبتدي بقى يعني نشوف طب ايه بياكلوا ايه. لما نبص عليهم كده نلاقيهم قد ايه هم يعني صحتهم كويسه رشيقين، قد ايه هم ذكاي جدا، كبار السن عندهم كميه كبيره من النشاط. اكيد نراجع السبب هيكون يعني اسلوب الطعام بتاعهم، النظام الغذائي بتاعهم. الخواص الطعام الكوري ان هو بيعتمد على الطبيعه، كل ما هو يعني صالح للاكل من الطبيعه هم يعني ما بيهملوش فيه، بيشوفوه يصلح للاكل فبياكلوه. ممكن يكون غريب بالنسبه لنا، ممكن هو يكون طبيعي بالنسبه له، ان هو يعني كل الخضروات اللي بتطلع من الارض صالحه للاكل بياكلوها. فاكيد طبعا هو يعني سريع، اولا يعني تحضيره ما بياخدش وقت خالص. تاني حاجه ان هو صحي جدا. لا لا لا، هو عموما يعني هو كله خضروات، صحي جدا.
يعني لانه كله خفيف، مفيش زيت، مفيش تقليه، مفيش تسبيك، كله طبيعي زي ما ربنا خلقه كده، بياكلوه بمجرد تحمير خفيف، سلق خفيف كده يعني. دي اهم ميزه فيه، يعني إن هو صحي وسريع، وانا في رايي ان هو اقتصادي بصراحه، يعني مش بيكلف وبعدين اساس تناول الطعام الكوري على مبدأ المشاركه، يعني كل واحد بيبقى له طبق خاص، رز وطبق شوربه، لكن بيبقى فيه انواع من المخللات المحطوطه او فواتح الشهيه بيتشاركها الكل. غالبا الكوري مش بيحب ياكل لوحده، يعني بيحب يتشاركوا، ودي طبعا احنا افتقدناها دلوقتي، كانت عندنا دلوقتي كل واحد مشغول، لكن حكايه المشاركه في الطعام بتنمي بقى الترابط الاسري وكده، او حتى بين الاصدقاء. شكل السفرة بتاعتهم. هي شكل المائدة الكورية الأول، الطبق الرئيسي هو الرز، وجود الرز. تاني حاجة بيبقى غالبا بيبقى في طبق شوربة جنبه، بيكون من أي نوع خضروات، ممكن تكون من أسماك، ممكن تكون توفو، ممكن تكون حاجة يعني داخل فيه مكوناتها. التوفو اللي هو جبنة الفول الصويا، ما الجبنة معمولة من فول الصويا. وبعد كده بيبقى فيه الأطباق الرئيسية زي اللحوم، زي المكرونات، زي الحاجات دي بيتشارك فيها الجميع. وبعد كده بيبقى فيه يعني يبدأ من 3 ل 12 طبق أنواع فواتح للشهية، أو بنسميها سلطات مخللات كده. طبعا 12 كان أعلى مائدة اللي هي مائدة الملك، كان بياكل 12 طبق بيحطوا له منوع قدامه. وبعد كده يعني كل الناس بقى تتشارك في الأكل ده. طب والكيمتشي مكانه في السفرة؟ الكيمتشي طبعا مكانه مميز. الكيمتشي ده عبارة عن اللي هو مخلل الكرنب، بس مش بيتخلل بقى بملح وخل زي عندنا، لا بيبقى معمول مع الخضروات بقى زي البصل والثوم والبصل الاخضر والجزر، ومعاه صويا صوص، ومعاه يعني بيديله حاجات كتير. طبعا وجود الصويا صوص عامل كبير قوي مشترك في معظم الاكل الاسيوي عموما. ويعني هو يعني الصويا صوص ده مذاق خامس مش موجود في، يعني مذاق الصويا صوص مميز بالنسبة للطعم كله. هو مش مر، مش حلو، مش حادق، يعني هو خليط من أطعمة كتيرة، بيدي طعم مميز للأكل الآسيوي عموما، وخاصة في الأكل الكوري. طب طنط، مدى قابلية الأكل الكوري بالنسبة للمذاق المصري يعني؟ المصري هو مش المصري بس، هو العربي عموما. الفكرة الوحيدة بس ان تغيري الفكرة، اول ما غيرت الفكرة وخليتي الشخص يدوق الطعام الكوري اكيد هيحبه. يعني انا عارفه ان يعني الطعم بتاعه لذيذ، هو مش بس صحي وجميل وخفيف وكل ده، هو كمان بيتميز بانه لذيذ. فمجرد ما من الشخص ان هو يغير الفكره اللي احنا واخدينها، دول بياكلوا حاجات مختلفه، دول مش، لا بالعكس، هم بياكلوا كل حاجه طبيعي جدا. هنلاقيه قريب مننا في حاجات كتير يعني. الرز ده ما احنا بناكله برضه، يبقى جايز يكون هم بيعملوه بطريقه صحيه اكتر، يعني الرز بيبقى مسلوق بميه وميه وبس، ولا ملح ولا زيت ولا كده، لكن بياخد الطعم بتاعه بعد كده من الحاجات اللي بتاكل معاه. لكن الخضروات كلنا بنستعملها، كلنا بناكل الكوسه، دي موجوده في كل الاكل الكوري، الجزر، الخيار، كل الحاجات دي، كل الحاجات اللي احنا بنستعملها هم بياكلوها، لان هم بياكلوا حاجات من الطبيعه. فهي بس الفكره ان احنا مجرد ما بتغيري الفكره ويبقى عنده استعداد ان هو يدوق، فخلاص يعني. طبعا اي حاجه يعني هم بيستخدموها مش حلال، احنا بنبدلها بالحاجه اللي احنا بنحبها. ممكن مثلا حد يكون نباتي يستعمل الاكل الكوري، والميزه في المطبخ الكوري ان دايما بيديكي نسخ من كل طبق. يعني مثلا ممكن تلاقي الطبق ده مش حار، ممكن نعمل منه نسخه حاره يعني حراقه. ممكن تلاقي الطبق ده مثلا فيه لحوم، ممكن نستغنى عن اللحوم خالص. ممكن يكون بيستعمل نوع معين من اللحوم، ممكن نبدله باي نوع تاني احنا بنحبه. حتى ممكن نحوله حتى ان هو يبقى نباتي او صيامي، زي يعني ما الاخوه المسيحيين بيبقوا صايمين وكده. فعادي يعني، ممكن جدا ان هو يدخل مطبخنا، هو قريب، بس احنا الفكره بس نغير الفكره. 아리랑 아리랑 아리요 아리랑 أكتر أكلة حضرتك بتحبيها؟ هي العشق الاول بقى، اللي هي اول طبق خلاني احب الاكل الكوري، طبق البيبيمباب، اللي هو خليط الخضروات مع الرز. يعني برضه يعني رغم ان انا اكلت كله كان بيعجبني، بس يفضل البيبيمباب مميز عندي، يعني ليه مكانه خاصه كده. طب يا طنط، المصريين والعرب عموما بيحبوا الحاجات الحلوة المسكرة، في كوريا برضو في حاجات مسكرة؟ اكيد هو في عندهم انواع من الحلويات، يعني تقريبا كل نوع من الحلوى وراه اسطوره وقصه طويله كده. لكن معظم الحلويات الكوريه معموله من دقيق الرز، زي ما احنا بنستعمل الدقيق العادي هنلاقيها معموله من دقيق الرز، فهنلاقيها بتتميز انها جيلاتينيه شويه كده، والرز فيها يعني نسبه السكر فيها قليله، يعني غير بتاعتنا احنا، لكن احنا ممكن نزود السكر زي ما احنا عايزين يعني. لكن طبعا المطبخ الكوري غني بتشكيله واسعه جدا من الحلويات.
على اشهر حاجة مثلا. اشهر حاجه انا بحبها عن نفسي اسمها يكوا. ويكوا دي بتبقى عامله زي البسكوت بتاعنا كده ومسقي بالعسل، فهي قريبه قوي مننا يعني. لا هي بسكوت ومسقي بالسكر، يعني تعتبر بسكوت وشارب سكر كده، فبتبقى طعمها لذيذ يعني بما ان احنا بنحب الحاجات الحلوه. في حاجه تانية اسمها الهوت دوج. الهوت دوج ده عباره عن عجينه متخمره وبتتحشي بسكر بني ومعاه قرفه وكده، فبيبقى طعمها حلو، وبتتقلي على نار في زيت خفيف كده، فبيبقى طعمها حلو. لكن نفس العجينه قابله ان احنا نحشيها باي حشو احنا عايزينه، لكن هي احلاها وهي معموله هوت دوج، يعني معموله بالعسل. لما بتستوي على النار السكر بيسيح كده جواها وبيبقى لها طعم مميز قوي يعني. فالهوتك واليكوى يعتبروا من اكتر الحاجات اللي قريبه لينا في الحلويات الكوريه. طب طنط، ممكن اشوف الكتاب بتاع حضرتك والجوائز بتاعتك؟ ده كتاب عن المطبخ الكوري يعني. طبعا النت دلوقتي يعني انا عامله فيديوهات على اليوتيوب دي بيتابعها الشباب وصغار السن وكده، لكن يعني اللي في سني وكده بيحبوا برضو لسه يحبوا الحاجه المقروءه، ان يبقى عندهم ورقه يعني. ففكرت ان اعمل كتاب برضو يبقى يعني مرشد لاي حد يحب ان هو يطبق اكل كوري. والكتاب ده مش بالظبط طعام كوري، هو محاوله لتقريب المطبخ الكوري مننا، يعني بالوصفات اللي تناسبنا احنا في مطبخنا الشرقي عموما، يعني مش المصري وبس. بالنسبة للشهادات أنا طبعا دي شهادة الجايزة، خدتها هنا في مصر لما حصلت على المركز الأول. ده طبق مكون من 9 أنواع من الخضروات، وممكن يكون بيض، ممكن يكون سبانخ، ممكن يكون مشروم، ممكن يكون جزر زي ما احنا شايفين كده. وفي النص بتبقى عجينة رقيقة جدا معمولة من دقيق الرز، يعني اللي بيجي ياكل بقى بياخد أي نوع هو بيحبه بيحطه فيها، وبيلفها زي المحشي كده عندنا وبعدين بياكلها. ده طبق مميز في المطبخ الكوري، بس مش طبق البيبيمباب. بالنسبه لكوريا لما رحت يعني وشاركت في المسابقه، طبعا الحمد لله ما كانش فيه نصيب يعني ان احنا ناخد المركز الاول، لكن لكن يعني هم اعطوني شهاده ان انا سفيره ومروجه للطعام الكوري في يعني ممكن مش في مصر بس، ممكن في الشرق الاوسط، يعني الوحيده اللي راحت وشاركت بتمثل الشرق الاوسط. مكتوب ان حضرتك سفيرة للطعام الكوري لمدة سنة، سفيرة شرفية ان شاء الله. من يوم تاريخ وان شاء الله السنة الجاية بقى برضه يا طنط. ان شاء الله باذن، ان شاء الله هيفضل حبي للطعام الكوري ومتابعتي ان انا يعني اوصل الطعام الكوري او ثقافه الطعام الكوري لينا ولمطبخنا الى ما شاء الله باذن الله على قد ما ربنا يعني ان شاء الله.